وتروح فين يا صعلوك بين الملوك. سوري اندمجت شوية بس عجبني الاتيتيود قوي. بس التاريخ ما قالش عليه صعلوك، التاريخ قال عليه زعلوك. وما كانش صعلوك ولا حاجة، ده كان شيخ الحسابين، يعني بمقامنا دلوقتي رئيس نقابة التجاريين. يلا بينا. وعلشان نعرف مين الصعلوك اللي كان بين الملوك كان لازم نطلع على القلعة علشان نشوف تالت باب من أبواب القاهرة العريقة. اوعى تكون يا صديقي نسيت سلسلة فيديوهاتنا أبواب القاهرة 99 اللي التاريخ ذكر منهم 21 بوابة، واحنا هنمشي ورا التاريخ. بس ايه اللي جابنا من عند مسجد السلطان حسن والرفاعي؟ علشان مش هنطلع القلعة من قدام، هنطلع القلعة من ورا من باب المذبحة. لا، هو ما اسموش باب المذبحة، هو اللي حصلت فيه مذبحة القلعة أو مذبحة المماليك. أهلا بك يا صديقي في باب العزب. أهلا بيكم في الباب الأكثر وحشية، الأكثر جدلا في التاريخ، الباب اللي حافظ أو دافع عن شرف الصعيد، الباب اللي قيل عنه إنه أشبه بالعشاء الأخير لكن بالعكس أو بالعربي. العشاء الأخير كان مجموعة تأمروا على واحد وهو السيد المسيح، أما هنا واحد تآمر على مجموعة. أهلا بيكم في الباب اللي حصلت فيه مذبحة القلعة الزمان يوم الجمعة 5 صفر سنة 1226 هجرية، 1 مارس سنة 1811 ميلادية. والحجة هنا يا صديقي إقامة حفل ضخم بمناسبة تولي ابن محمد علي أحمد باشا طسن منصب قيادة الجيش الخارج إلى الحجاز للقضاء على الحركة الوهابية، حركة محمد بن عبد الوهاب في نجد. لكن الخطة دي كانت وليدة أفكار محمد علي باشا؟ لا. الباب العالي أرسل رسالة لمحمد علي باشا يطالب فيها بإرسال حملة عسكرية إلى الحجاز في نجد للقضاء على الحركة الوهابية بقيادة محمد بن عبد الوهاب. وفي الوقت ده محمد علي باشا كان طفح به الكيل من خيانة المماليك وعسهم في الأرض فسادا واتحادهم في دمنهور مع الإنجليز. ويرى بعض المؤرخين أن محمد علي قد استغل الصلح مع الإنجليز علشان يضمن أنهم مش هيدعموا المماليك مرة تانية وكثرة فسادهم في بلاد الصعيد. محمد علي تشاور مع وزيره محمد بيك لاز أغلي الشهير بلازغلي وكلفه بالتخطيط والإعداد للمذبحة، وقال له خلصني بقى من المماليك. فمحمد بيك لاز أغلي قال له سيب الموضوع ده عليا، وهو اللي أعد العدة وخطط لمذبحة القلعة. وأشار على محمد علي باشا إنه يعمل حفل مهيب لأحمد طسن باشا بمناسبة قيادة الجيش الخارج إلى بلاد الحجاز، وعند خلعة قيادة الجيش هيعمل فكرة العشاء الأخير بس بالعكس ويدبح في المماليك. ولو التاريخ قالك إن في 470 مملوكي اتدبحوا في هذه المذبحة فأقول لك استنى، مش دول بس اللي حضروا الحفلة، اللي حضر الحفل 10,000 من رجال الدولة من الموظفين والمماليك والسياسيين. ولما الأمير أحمد طسن باشا تقلد خلعة قيادة الجيش يلا بينا بقى نكمل الاحتفال. اتحرك موكب الاحتفال وفي مقدمته الفرسان يقودهم أوزون علي ويتبعهم والي الشرطة والأغا محافظ القاهرة والمحتسب، ويليهم الجنود والأرناؤوط بقيادة صالح كوش، وخلفهم المماليك يتقدمهم سليمان بيك البواب وبعدهم بقية الجنود. وهنا يا صديقي الموكب يوصل لباب العزب، الباب الخلفي للقلعة. وأول ما المحتسب ومحافظ القاهرة اللي في بداية الموكب يعدي الباب وهوب، وبعد ما خرج من هنا أوزون علي ووالي الشرطة ومحافظ القاهرة يتقفل عليهم الباب ده علشان يتقتل 470 مملوكي. لكن ما كانش ده العدد الوحيد اللي كان هنا، ده كان هنا 10,000 شخص من قيادة الجيش وعلية قوم البلد والمماليك اللي اتقتل منهم 470. لكن مش دي النهاية، بعدها هيتقتل 1000 من المماليك في مجزرة بشعة. طب ازاي يتقتل 470 مرة واحدة وما يلحقوش نفسهم لمجرد ما الباب اتقفل، ما يجروا جوه القلعة جوه؟ عاوز اقولك ان ورا الباب ده ممر جبلي او صخري كان الجنود منتظرينهم عليه وفتحوا عليهم وابل من النيران، واللي حاول يرجع للخلف او يهرب اتقتل بالسيف، الا مملوك واحد بس كان ابن محظوظة. رغم ان المذبحة راح فيها 470 قتيل، دول اللي راحوا هنا بس، لكن بعدها تاني يوم الدم يغرق الشارع ده كله.
وتحصل حالة من حالات الهرج والمرج في القتل علشان يكملوهم ل1000 قتيل، لدرجة ان الشارع ده او المنطقة دي تتسمى بعدها بالضرب الاحمر من كتر حالات القتل والدم. وهقول لكم معلومة مش هتلاقوها كتير في التاريخ، باقي الرؤوس تخيلوا اتعلقت فين؟ اتعلقت على مسجد سيدنا الحسين. ولهذا السبب بعدها ينزل محمد علي للشارع علشان يحكم جنوده ويوقف هذه المجزرة اللي راح فيها 1000 قتيل ما عدا واحد بس، أمين بيك، هو المملوكي اللي قدر يهرب على الشام. وكل ده يا صديقي لسه ما حكناش ايه هي حكاية تروح فين يا صعلوك وسط الملوك. ده ما كانش صعلوك، ده كان شيخ، الشيخ اسماعيل زعلوك، ده كان من كبار عائلات دسوق وكان شيخ الحسابين. بلغتنا دلوقتي يا صديقي كان رئيس نقابة التجاريين، وكمان قالوا عنه انه كان القائد الاول وزعيم معركة شبرا خيط ضد الحملة الفرنسية. الشيخ اسماعيل للأسف كان حظه سيء واتاخد في الرجلين في مذبحة القلعة جوه، وتاني يوم والجنود بيحصروا الأموات كان في وسطهم الشيخ اسماعيل زعلوك. فواحد من الجنود ردد وقال: تروح فين يا زعلوك وسط الملوك وسط هذه القتلى؟ فحظه السيء. لكن بعد كده التاريخ المصري او التاريخ الشعبي والمصريين يحرفوها الى تروح فين يا صعلوك وسط الملوك. ونشوفكم في فيديو جديد في باب الرابع من ابواب القاهرة ال99 اللي التاريخ ذكر منهم 21 باب، واحنا كمان هنمشي ورا التاريخ. اشوفكم على خير.